هذا الأسبوع في بورصة الدار البيضاء كان أسبوع حبس النفس وتصحيح المسار بعد موجة من الارتفاعات المتتالية. السوق عرف تراجعات ملحوظة في الجلسات الأخيرة، خصوصا نهار الجمعة 30 يناير اللي شهد ضغط بيعي كبير أثر على المؤشر العام. مؤشر MACD سد السمانة على تراجع بنسبة 1.52% ليستقر في مستوى 18666.95 نقطة. هذا الأوبوت كيرجع بالأساس لعمليات جني الأرباح بريز دو بانيفيس اللي قاموا بها المستثمرين تحضيرا للإعلان عن النتائج السنوية ديال الشركات. تفاصيل أداء القطاعات والأسهم. قطاع المعادن التعدين كان هو الخاسر الأكبر هذه السيمانة. شفنا سهم شركة SME كيهبط بالحد الأقصى المسموح به 9.99% ناقص، وتبعته شركة CMT ب 9.97% ناقص. حتى العملاق مناجم منجاش من هذه الموجة ونزل ب 5.16% ناقص. القطاع البنكي شهد حركة تداولات كثيفة جدا، خصوصا سهم بنك اوف افريكا BMCO اللي عرف تراجع ب 4.21% ناقص بعد ما تم تداول أكثر من 245 ألف سهم عليه في جلسة واحدة. قطاع التأمين والعقار في المقابل شركة وفا أشيغونس كانت هي نجمة الأسبوع بامتياز، حيث حققت صعود قوي بنسبة 8.25% زائد، ووصل ثمن السهم ل 4334 درهم. أما قطاع العقار فبقى محافظ على جاذبيته من ناحية السيولة، وخا سهم الضحى تراجع ب 3.11% ناقص. أرقام السيولة وحجم المعاملات. من ناحية السيولة السوق كان ناشط بزاف، حيث وصل حجم التداولات غير في الجلسة ديال نهار الجمعة ل 420 مليون درهم في السوق المركزي. هادشي كيبين باللي كاين خروج ودخول ديال رؤوس أموال كبيرة كتحاول تعاود ترتب المحافظ ديالها بورتفوي قبل شهر فبراير. الخلاصة، السوق حاليا كيمر بمرحلة تنفس ضرورية بعد الارتفاعات اللي ميزت بداية 2026. العين دابا كلها على البلاغات الجاية ديال الشركات بخصوص الأرباح الموزعة لديفيدوند، وهي اللي غادي تحدد واش MACD غادي يرجع يهرس القمة ديالو السابقة ولا غادي يبقى في منطقة التذبذب.